المؤسسة العسكرية في الكيان الصهيوني إلى أن يشاء الله في زوال هذا الكيان بشكل كامل. دكتور محمد الخفاجي، ما أهم ما تضمنه الفيديو التي بثته المقاومة في حزب الله أثر تهديد العدو بقصف مباشر مواقع قرب مطار بيروت بالذات؟ مساء الخير اختي العزيزه ولضيفك الكريمين، اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. اهلا وسهلا بك. في الحقيقه المنطقه على صفيح ساخن، نحن نتحدث عن حرب لم تشهدها المنطقه من قبل، وبالذات هذه الايام القادمه ستكون فاصله في تاريخ الوطن العربي. في الحقيقة الفيديوهات التي بثتها المقاومة سواء في لبنان أو المقاومة هناك في دولتنا الشقيقة في العراق، هذا يدلنا على أن هناك تكنولوجيا واستراتيجية تعمل بها هذه المقاومة. وأيضا أرد على أخي الدكتور محمد عندما قال أن العرب يملكون تكنولوجيا. هذه التكنولوجيا لم تأتي من فراغ، هذه التكنولوجيا جاءت بعد وقت طويل من التقدم والتطوير، وطبعا هذا كله بمساعدة الأشقاء سواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا من الدول الأخرى مثل الصين والاتحاد روسيا أيضا وكوريا الشمالية. هذه الدول كلها تدعم العرب في مواقفها سواء مواقفها الإقليمية أو مواقفها الدولية. وخليني أتحدث معك بصراحة جدا، نحن نتحدث عن كيان غاشم، كيان احتل المنطقة العربية وزرع كمثل الخنجر في ظهر العرب، وهذه طبعا نحن نعرف أن هذا كله لأسباب سياسية ولأسباب تريد أن تنهي الوجود العربي في المنطقة. أختي العزيزة أتحدث عن انهيار الاتحاد السوري، انهيار هذا الكيان المحتل. وفي الحلقة السابقة بالفعل تحدثت مع أخي الكريم عن انهيار الكيان الصهيوني خلال 5 سنوات، وهذا كان لعدة أسباب. السبب الأول أن إسرائيل، وهو اليوم اليوم أثبت هذا بالفعل، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤب جلالة اليوم في الكنيسة الإسرائيلي نعت العرب بأنهم حيوانات. طيب دكتور محمد، ما هو رأيك وما هو تصريح السيد حسن نصر الله بخصوص قدرات المقاومة الصاروخية بالذات؟ أنا أرى أن المقاومة سواء المقاومة في العراق، أنا أقول المقاومة في العراق أو حزب الله، فهو قادر تماما على تدمير إسرائيل بالكامل. وما يحدث الآن هو استعراض، هو استعراض للقوة، لكن عندما يدخل مباشر، وهذا أصلا لن تسمح أمريكا بهذا الكلام. أمريكا تخشى من وجود حرب مفتوحة ما بين حزب الله والكيان الصهيوني، لأن عندما يدخل حزب الله في حرب مباشرة لن تكون فقط، بل ستكون لبنان هي شرارة الحرب العالمية الثالثة، وستدخل إيران وستدخل معها وتدور معها منطقة جميع الشعوب في المنطقة مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية. كل هذه الدول كما قلت لك سابقا أنها تدعم العرب في كل مواقفها وتبغض العالم الغربي. وليس هذا فقط أختي العزيزة، خليني أنوه على شيء. نعم. أنا الدول الغربية في أوروبا التي خرجت وقالوا نحن ندعم فلسطين في حقها وقد اعترفوا بفلسطين، وهناك أمثلة كثيرة جدا، بل اذهبي قليلا إلى أمريكا اللاتينية. جميع دول أمريكا اللاتينية تعترف بأن وجود فلسطيني هو من قديم الأزل وليس بالمصادفة كما يقول الإسرائيليون. خلينا أعقب اسمحي لي خلينا أعقب على ما قاله اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي في الكنيسة يؤب جلالة عندما العرب بصفة عامة والفلسطينيين على أنهم حيوانات مفترسة، وهذا إن دل فإنه يدل على الأخلاق التي تعامل بها الإسرائيليون كما قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ما زالت أخلاقهم ذهبوا. أحسنت. أستاذ جواد، خلينا نتكلم عن الأهداف التي أعلنها ويروم إليها السيد الكيان الصهيوني